مرحبا. هسه راح أعمل لكم أكلة شوي غريبة. هسه هذا السلق، سلق أثرمه شوية اسمه ناعم، يعني أعمله قطع شوية وسط بالمثرمة. وإذا تطيقون اسمه يعني ما عندكم مثرمة تطيقون على اسمه تختة زي ما المطبخ هم تثرمونه. هاي الطاسة اللي علينا القباغ هم تطيقون ناعم تثرمونه بيدكم. وهالشكل زي هم بالمفرمة، آه، بس يصير أنعم، يصير أحلى بالمفرمة. إذا عندكم هذا المفرمة كله هكذا قطعونه شوية حتى في ساعة ينفرم، أو تملونه على القدر، يعني يكون ما يعصى على مود حتى لا يصير ثقل على المفرمة. واسمه تعلقونه وكل بين شوية تدحقون علينه على مود تريدون وسط أو ناعم كثير أو اسمه ناعم فرد مرة. ضربة ضربتين اسمه بالمفرمة يصير ناعم. وبدقائق تثرمون هكذا، ما مثل الإيد 1 ساعة يثرم وما يخلص. هالشكل كله تثرمونه بالمفرمة، كله قطعوا هالشكل. هاي السلق اللي قبل يومين نزلتونه، هذا كله عزلتونه، عملتونه بين قسمين، قسم للدولمة شلتونه، العود هاي اللي يمي شلتونه للدولمة في الصفحة هو والورق ماله. ونص اللخ عملتونه بالمفرمة وقليتونه مع البصل وبيض، خليته بيضاء علينا، نص خليته بيضاء علينا، نص اللخ خليته اسمه بلا بيض. أمبر أكو بلا بيض ياكلون، أكو بالبيض ياكلون. هذا السلق مقلي. هم أنا مرات أعمل اسمه هذا الخس، خس هو هذا شوي غريب. الخس الورق ماله هذا اللي ما تريدونه آه، تشلعونه كله واسمه تغسلونه نظيف، من فوق كله تشلعونه ليه حد ما اسمه النص ماله يظل. آه، تجيبونه كله تغسلونه نظيف بماء وملح وتنفضونه، تخلونه بسلاشة، تجيبونه كله تقطعونه بالاسمه مثرامة، كله تثرمونه ناعم وتخلونه بماعون واسمه تخلونه بصفحة. بعدين تثرمون البصل ناعم هم بالمفرمة، هم تخلونه بصفحة. وأول مرة تقلون البصل بالزيت، بعدين ترجعون تخلون اسمه الخس على اسمه أول مرة خس تغلونه، تغلونه بالماء، وبعدين اسمه ينغلي بالماء وشوية ملح زيت تخلون علينه، وبعدين ترجعون تخلون بالصافية ويغلي اسمه الخس مثل السلق، يغلي مليح، وبعدين ترجعون تخلونه بالصافية ينزل الماء منه، ترجعون تعصرونه بيدكم، تعصرونه كله بيدكم، ما يظل منه كل شيء الماء. بعدين تخلونه بغير معون، ترجعون مرتلخ هذا البصل اللي كنت فرمتوه قليتوه، تخلون هذا اسمه الخس فوقاته، فوق البصل المقلي. ترجعون ديرونه وتخلون فلفل أسود، وإذا عندكم بهارات مال لحمة كل شيء مال بهارات السبعة أو مال اسمه باسترما شيء عندكم بالبيت تخلون علينه، بس أنا خليته بس فلفل أسود وملح، وتخلون شوية ملح زيت على القدر وتديرونه وينقلي. وإذا تريدون تخلون بيضاء علينه أو بيضايتين، وإذا ما تريدون زي بلا بيض تعملون. وباللحم مفروم يصير، تخلون لحم مفروم معانا، لحم مفروم مال اسمه مال دجاج زي هم يصير تخلون علينه وتقلونه. وهاي هي واسمه تاكلونه مع الخبز ومع الشاي واسمه مع الخضروات ومع كل شيء نكل. بدل ما تزتون الورق من الخس تقلونه اسمه تتغدون بينه تتعشون بينه اسمه اكو منهم حتى بالريوق ياكلونه. وهذا السلق زي هم نفس الشيء، اسمه تقلونه ناعم واسمه يعني أول مرة بالمفرمة تقلونه، يعني تغلونه، هاي تثرمونه قصدي،
واسمه يصير ناعم، بعدين ترجعون تخلونه دست، واسمه يغلي 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 مليح يغلي، وتخلونه بصافية وتعصرونه، الماي ما يظل بينه كل شيء. بعدين ترجعون تخلونه بماعون بضحك، وترجعون هم تقلون بصل بضحك بالزيت، وينقلي شوية يتحمص بس ما يصير أحمر. ترجعون تخلون هذا السلق الناعم علينه على البصل، وتديرونه تديرونه وكله يتخلط، تخلون فلفل أسود وبهارات اللي عندكم واسمه تديرونه. ترجعون تخلون بيضايتين علينه، ما ينشبع منه، ايش قد طيب يصير، ومع الخضروات ومع الفجل ومع الكرفس ومع الطرشي مع الشاي ينكل العشوية غدوية. ايه وبعدين اسمه ترجعون اسمه هم تخلون اسمه للمرق تشيلون، إذا تخلونه بالفريزر قسمات، يعني تعملون قسمات طبختين ثلاثة، تخلون بالفريزر بالظرف اسمه للمرق. ومرات تجيبونه تقلونه هم بالدهن مع البيض، واسمه أو تقلونه بس بالبصل، تاكلونه بالعشوية بالغدوية، مع التمة الناس تعملون مرق. هذا كله أفرمه هالشكل. شوية فيديو طويل زي بس قلت حتى كله تشوفونه على مود الخاص، ما حلقة اسمه يعملونه قليل، يعملونه ويعرفون بينه. هذا السلق مالتي كان كثير على مود شوية هم صار طويل، على ما كله ثرمتونه. أول مرة بالإيد عملته شوية قدامكم حتى تعرفون الخز والسلق، بعدين رجعته بالمفرمة عملتونه. يعني إذا ما عندكم مفرمة تطيقون بالإيد تعملونه ناعم. وهم مرات الخس عملوا كله مال فوق أشيله، أعمله اسمه زلطة ماله مع الطماطة وبصل أخضر أو كرابس، أشقد طيب يصير. بدل ما زدته اسمه من فوق اليابس زدته منه، والباقي النظيف أشيله اسمه زلطة، أعمله ناعم على الطبلة على التختة، واسمه أعمله زلطة، وليمونة اسمه أعصره علينه وما ينشبع منه، أحسن ما زدته. بس اللي ببطنه أشيله للمقبلات، اسمه للأكل بالليل ياكلونه، ولا اللخخ الورق اللي من فوق كله أشيله للزلطة وللقلي. أنا على طول أعمل هالشكل، قبل كنت بالموصل زي على طول أعمل خس مقلي، عاد أخلي اسمه بيض علينه ما ينشبع منه. والسلق هم نفس الشيء، على طول كنت أعمل سلق مقلي وأخلي بيض علينه. هم عجننا زي اسمه مال تنور مال كهرب، وبنفس الوقت عجنانه وخبزنانه، بس أنا ما خبزتونه بنتي خبزته. على مود أنا كنت قاعدة أفرم اسمه السلق والخس، قلت للبنتي تعالي انتي خبزينه على ما أنا أخلص. هذا الخبز اللي اسمه هسه تشوفونه هسه دي يطلع، اسمه بنتي كان خبزته معنا، هم خبز بنتي. هي مرات تساعدني تخبز من بدالي. هذا كله نعمتنا الشكل بالمثرمة أحسن من الإيد، كله يطلع نفس الشيء. يومي هذا الخضروات اللي قبل يومين نزلتونه مال الأسبوعية، يومي هالشكل أطلع لي شيء اسمه كم حاجة أعمل بين الغدوية عشوية.
يكفيني الحمد لله للأسبوع اللي يجي، للخميس، يظل منه زي مرات. بس مرات أشتري بيض ولا أغراض الأخر كله يظل، بس البيض ما يظل، أشقد أشتري منه ما يظل، أكثر شيء بيض ما يظل، ولا الغراض الأخر كله يظل. شوفوا هذا كله ثرمتونه، والباقي شلتونه للدولمة، مع اللهانة أعمل دولمة، الباذنجان وقرعه بصله. بس هم غراض الدولمة زي كله أنا أقلينه بعدين، هم أنزل الطريقة ماله. حتى البصل أنا أقلينه مال دولمة. بس هاليوم بس مال قلي خس والسلق مع الخبز حار وخضروات. وهاي الكرابس اللي قبل يومين نزلتونهم خلاص هاليوم، واسمه راح اشتري مرتلاخ، ياكلون اسمه الكرابس كثير. هاي الكرابس اللي شفتوه كله خلاص، على مود كان عندي خطار زين، وكل وجبة أنا اسمه أجيب 3 سلات 4 أخلي على النايلون. خلاص هاليوم خلصونه. الفجل وبصل كان ضال، بس الكرابس خلاص. شوفوا هسه كنا نظفتهم ذول الخس، أخذتهم 500 اثنيناتهم 500 دينار. نظفتهم من فوق اللي خربان ووسخ، زتيتونه هذولي كله أشلعه، أخلينه باللقن، بعدين أنظفهم أغسلهم نظيف. شوفوا هم مرات إذا بالفيديو كان غلطتوا شيء اسمه اعذروني، على مود كانوا يدقون الباب علي، عاد اسمه مرات أصفن بيهم يصيحوني ويريدون أفتح الباب، على مود أنا بحري قاعد جوا عاد أحكي عاد أعمل الفيديو. هم مرات واحد يغلط، بس اعذروني، أنا متعين دق الباب مرات، ولادي يصيحوني مرات، عاد أنا أصفن بيهم أو فكري يروح يمهم، أحكي غير شيء، مرات أغلط. هذا كله أشلعه من فوق، بس اللي بالنص يظل الناعم أشيله للأكل للمقبلات. شوفوا كله أشلعه هالشكل، وحدي وحدي. هسه هم هذا أقدر أخلي على الطبلة مرزلطة أفرمه ناعم، بس أنا عندي مفرمة، كله أقطعه شوية وسط وأخلينه بالمفرمة أسرع يصير. أنتم إذا ما عندكم مفرمات تطيقونها باليد تعملونه ناعم، وتغلونه مثل ما قلت لكم، تغلونه مليح يستوي مثل السلق، ترجعون تخلونه صافي وتعصرونه مليح، الماء كله ينزل منه، وبعدين تخلون بغير ماعن بصحن شيء والبصل مفروم ناعم تقلونه وتخلون فوقاته، هم نفس الطريقة مال السلق تقلونه.
شوفوا هذا كله دشلعه. والله ولادي أكلوا قالوا والله طلع أطيب من الأسمو من السلق زين. الخس طعمه صار أطيب من السلق. بالبيت كلهم قالوا الخس أطيب من السلق صار. وتطيقون هم تخلون لحم مفروم ومن لحم مال الصدر مال الدجاج تثرمون ناعم بالإيد بالمفرامة تخلون معانه. أول مرة تقلون اللحم مالتكم إذا خليتم لحم بعدين تخلون بصل فوقاته. بعدين تخلون اسمه خس فوقاته تعصرونه بس بلا عصر لا تخلون يصير طعم الماي منه ويزيد ماي بالدست بعدين. باللحم اسمه هم بعد أطيب يصير. بس أنا هالشكل عملته بلا لحم. أنا على طول أعمل بلا لحم قليل أخلي لحم معانه. ولا أنا عندي لحم بالفريزر بس باللحم ما هالقد كلهم ياكلونه بلا لحم والزيت ياكلون. شوي الفيديو طويل عليكم زي بس أنا طلعتونه على مود حتى قلت تشوفون الطريقة كله على مدى قليل يقلون الأسمول هالخس. هسه كان فرمت السلق والبصل الأخضر يعني البصل الأخضر شوية خليته معانه ناعم عملتونه وبصل الأخ وخليتونه بصفحة. وهسه راح أعمل هذا الزي مال خس. شوي ضوج على ما اسمه الورق مال على ما أشلعه وحدي وحدي. شوي يطول الفيديو. إذا تعرفون طريقته اسمه لازم تشوفون الطريقة كله. هالشكل كله أشلعه وحدي وحدي وأخلينه باللقن وأخلي ملح علينه وماي بارد كله أغسله نظيف وأنفضه وأخلينه بصافية وبعدين أرجع كله أثرمه بالملح حتى يتعقم اسمه الورق مال الخس. أنا على طول أغسل الخضروات بالملح. شوفوا هذا كله بعد عاد أشلع الورق ماله. هوني راح أشوفكم على الطبلة. إذا ما عندكم مفرمة اسمه تطيقون على الطبلة تعملون بالإيد. هاي الطبلة بس يمكن ما يبين هوني.
يروح الصورة ينطفي الكاميرا. هوني رحتوا على اسمه سلق مرت الأخ. هوني بعد ردت له اسمه السلق. كان قليل طلع. عاد رجعت مرت الأخ ثرمته منه هم على الطبلة. هسه راح أخلي بعد سلق هالشكل، وإذا خشن تخلون اسمه بعد تنعمونه على الطبلة. هوني بعد عملتونه، هوني خس هم بعد عملته طلع قليل هم عملته بعد. شوفوا هذا الخس كان قليل هذاك كملته علينا بعد. وهذا بصل كله ثرمتونه ناعم. أنا عملت شوية اسمه الخس وانطفى الكاميرا. عاد أشتغل بينه انطفى الكاميرا. عاد رجعت مرت الأخ علاقتونه. عاد انقطع منه شوية ما كمل. هوني كملتونه. هذا السلق كله، وهذا خس، وهذا البصل. عاد كل واحد تعمله قسم قسم قسم. كل واحد بواحد تعمله بالبيض وبلا بيض. واسمه الخس خلي بيضة علينا. والسلق أعمل نص بالبيض ونص بلا بيض. بس ثالثتهم أخلي اسمه بصل. شوفوا هاي الكمية عملتونه. هذا خس، هذا البصل عاد أقلينه نص للقلي. هاي شوية زيت خليته على القنر. شوية أقلينه على النار بس ما يتحمر كثير. وإذا تريدون وصفات شيء أبالكم وصفة شيء قولوا لي حتى أنا أنزله. دزوا لي بالتعليقات. أي شيء تريدون اسمه بالتعليقات قولوا لي حتى أنزل لكم. هسه راح أخلي بيضاية زي خليته فلفل أسود ودخلي ملح زي. هذا ملح. هسه راح أقلبه كم مرة ينقلي شوية بعدين راح أخلي بيض.
لازم ينقلي مليح قبل ما أخلي البيض، ينشف الماي بينه مع البصل، ولا السلق كنا عصرتونه مليح. شوفوا شوية اسمه البصل عيبين صار أحمر شوية، ما هالقد. أظل أقلبه أقلبه لحد ما يصير. وهذا نص للبيض، هذاك ما خليته بيض، هذا خلي بيض. هذا نص خليته هوني، خليته شوية زيت. هسه هذا هم مع البصل أقلينه وأرجع أخلي بيضاية. هاي خليته بيضاية. يظل على النار تقلبونه مرتين ثلاثين على ما يستوي البيض زين معانه. وهاي هي. يظل شوي على النار على ما يستوي. شوفوا قلبتونه. وهذا النهاية مالته. شوفوا هسه راح أفرغ اسمه خس، هذا الخس بالبيض. شوفوا لونه على لون أبيض، ما أخضر مثل السلق. هذا على هذا اللي عاد أفرغه بالبيض. شوفوا ايش قد حلو. مع الخضروات وبصل أخضر. وهذا اسمه السلق، وهذا سلق بالبيض. وهذا خبز الحار. ومع السلامة.